بكم في كلام إلهام. من أكتر التساؤلات اللي بتوصل لي دايما من بنات كتير هو السؤال بتاع هو أنا فيا إيه؟ أنا بترفض ليه؟ كل ما حد يجي يتقدم لي أو أنا يشوف صوري أو أي حاجة يرفضني على طول. إيه السبب؟ ما أنا هو يا جماعة قدامكم، هو أنا فيا حاجة؟ أنا زي الفل، مفيش فيا أي حاجة غلط خالص. أمال إيه اللي بيحصل؟ ليه دايما بيرفضني العرسان؟ الحقيقة يا صديقتي المشكلة مش فيكي انتي خالص خالص، المشكلة أعمق من كده بكتير جدا وليها جذور كتير. تعالوا مع بعض أنا وانتوا نشوف أصل المشكلة فين ونحط إيدينا عليها عشان بعد كده يبقى حل المشكلة سهل. طبعا الراجل اللي بيجي يتقدم لك ده أكيد ليه خلفيات كتير انتي ما كنتيش شايفاها ساعة ما جالك، لكن هي موجودة في حياته ومأثرة عليه. تعالوا نشوف من الأول خالص هو اتربى ازاي. الراجل ده اتربى على استحقاق شديد جدا، هو مستحق لكل حاجة في الحياة، وأي حاجة كويسة لازم تكون من حظه ومن نصيبه، وهو مفيش زيه بقى وسوبرمان وممكن بيطير وبيطلع دخان من بقه. مين اللي حط الأفكار دي في دماغه؟ الأم، وهي بتربيه من صغره. دايما كانت بتقوله إن هو ما حصلش وإنه مفيش زيه وإنه يستحقق أحسن حاجة في الدنيا. لو هما رايحين عشان يشتروا مثلا لبس تقول لا انا ابني لازم يلبس اغلى حاجه واشيك حاجه في المحل. المشكله انها بتقول الكلام ده قصاده. لو بتقول الكلام ده بينها وبين نفسها وبتحاول تحققه في صمت، ولو انه يعني برضه غلط بس الغلط اقل شويه، الولد بيتحط في ذهنه من وهو صغير ان هو كل حاجه كويسه لازم تكون من نصيبه. لو اختلف مره في المدرسه مع اي حد من صحابه وحصلت خناقه زي ما بيحصل مع كل الاطفال، تلاقي الام تيجي وتقول انا ابني ما يغلطش ابدا، لا يمكن. اكيد الولاد دول هم اللي عملوا له حاجه، وهم اللي وصلوا لي ان هو ينفجر بالشكل ده ويضربهم بقى كلهم ويستاهلوا طبعا، لانهم ضايقوا ابني. انا ابني مفيش منه، ابني كده بلسم. ويكون ابنها ده ضارب نص الفصل وشاتم النص التاني بمامته وباباه عادي، لكن هي في نظرها ملاك. وبتنقل للولد الاحساس ده ان هو ما بيغلطش ابدا، وان كل حاجه بيعملها ليها مبرر، وان ده رد فعل منه للي حصل حواليه، مش هو ابدا السبب في اي مشكله حصلت. وتتوالى بقى السلسله دي من ان هي تديله احساس عالي قوي في نفسه وتنفخ فيه كتير 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 لحد ما يبقى بالونه حلوه صغيره كده. طيب وبعدين البالونه دي بقى لما بيكبر شويه بتنفجر في وشنا كلنا. والله بتاذينا كلنا، كل البشر اللي بيقابلهم في حياته كده بيعلم عليهم، وللاسف علامه سيئه مش كويسه. مشي مع الولد ده في مراحل حياته بقى ويكبر شويه ويبقى راجل كده وليه كيان، ومفروض ان هو يبتدي يرتبط بالبنات او يختار بنت علشان يتجوزها وكده. في مرحله الشباب دي تلاقيه بيتعرف على بنات كتير وبيأذيهم جدا وبيسيبهم باحقر طريقه ممكنه. تلاقي الام تقول له عادي ما انت راجل اعمل اللي انت عاوزه يا حبيبي مفيش مشكله خالص. طب والبنات اللي داس عليهم دول عادي، ايه المشكله يعني انا ابني راجل. طيب القلوب اللي اتحطمت واتكسرت دي عادي جدا، ايه المشكله؟ انا ابني يعمل اللي هو عاوزه، ابني مفيش منه. وتستمر هذه المهزله ويبتدي يدخل بيوت علشان يخطب، ويبتدوا الناس يجيبوا له عرايس علشان يتجوزهم. طبعا الباشا ما بيعجبوش اي واحده خالص، والام بتساعده على كده تماما. تلاقي الام تقول له ايه دي؟ لا ده انت تستاهل احسن من كده بكتير. وتقول للست اللي جايبه لها العروسه مثلا ايه ده دي وحشه جدا. وسامة ابنك اللي مقويه قلبك دي، طب ما تبصي له هو اصلا يعني هتلاقيه اقل من العادي بدرجتين 3، لكن احساسها الشديد بيه واللي نقلته له وخليته عنده احساس كبير جدا بنفسه بيضخم له ذاته قوي ويخليه يحس ان هو فعلا اعلى من كل البنات اللي بيتقدم لها دي. لا باباها مش وكيل وزاره، لا طب حضرتك ايه عيلتكم ايه؟ مش مهم انا ابني مفيش زيه. وتستمر السلسله من المهازل دي. تضخيم الام لذات ابنها ونظريه الاستحقاق اللي استحوذت على عقل الابن ده وخليته حاسس ان هو يستحق احسن حاجه في الحياه، وان اي حاجه بيشوفها حواليه مش مناسبه ابدا ليه ولامكانياته، خليته اتحط في الكورنر ده. وبنشوف بقى رجاله بتوصل لل40 ويمكن لاكتر من كده بكتير ولسه بيدور على البنت اللي بتنور في الضلمه واللي بتمشي على الحيط، ومفيش مانع ابدا تكون وهي نايمه كده بتصحى تنظف الشقه وترجع تنام تاني. هو شايف ان هو يستحق كده، يستحق واحده مواصفات خارقه مش موجوده في الحياه. طب يا حبيبي ما انت مش كده، مش مهم، المهم انا عاوز ايه. حاجه صعبه جدا. نرجع بقى للبنت الغلبانه اللي بيقابلها كل النوعيات دي وبتتعرض للظروف دي. يا عزيزتي انت مش المشكله خالص، انت زي الفل، انت تمام جدا. واكيد في المجتمع اللي احنا عايشين ده فيه هيظهر واحد كده عادي، يعني عادي حاسس ان هو بني ادم طبيعي، مش سوبرمان ولا بيطلع نار من بقه، شخص طبيعي.
هيشوفك انت كمان الشخص اللي هو بيدور عليه وعروسة احلامه زي ما بيقولوا، وهيرتبط بيكي وهتعيشوا في تبات ونبات. اما النوعية التانية دي خليهم بقى كده يقعدوا يرازوا في الناس والناس ترازي فيهم، وفي الاخر احنا عارفين الطريق بيبقى ايه. حتى لو اتجوز ده يعني محكمة الأسرة عليها كتير قوي واقفين كده هما وولادهم مستنيين ان هما ينفصلوا عن الناس بالشكل ده. اما انت يا عزيزتي الام، ابنك مش سوبرمان، ابنك شخص عادي وممكن يكون اقل من العادي، وطول ما انت بتنفخي فيه من صغره بالشكل ده هيبقى عامل زي البالونه كده. لكن لو انت من صغره علمتيه ان هو انسان عادي ليه حقوق وعليه واجبات، واختياره يبقى بالعقل والمنطق، وان هو مش مستحق لكل حاجه ولا حاجه، وان هو في حاجات كتير هو مش في الليفل بتاعها وهي اعلى منه اصلا، فما ينفعش يوصل لها، وده عادي ومش عيب. وتحسسيه بالمسؤوليه، ان الاختيار حتى مسؤوليه، ما ينفعش ان احنا نبيع ونشتري في بنات الناس بالشكل ده. انت اللي رسختي جواه الفكره دي، وانت كمان بتساعديه عليها وما تنكريش. ده في بعض الاحيان كمان الام دي هي اللي بتروح عشان تنقي العروسه لابنها، والله، وتقول اصل انا عارفه ذوق ابني، انا عارفه ايه اللي بيحبه وايه اللي ما بيحبهوش، وهي في الواقع بتنقي اللي هي عاوزاه والمواصفات اللي هي شايفاها. على فكره يا جماعه، اكتر عدو للست هو الست اللي زيها. مفيش اذيه بتحصل لاي ست يعني 95% الا من ست زيها. الرجاله في البلاله مش هنا خالص، ما بيركزوش في التفاصيل دي. عنده واحده ست كده تنفع في سن الجواز بيتجوزها وخلصنا، ده لو اتساب لوحده يعني، من غير الستات اللي بتبقى وراه، مامته او اخته. الاب مثلا عمره ما بيتدخل بالشكل ده، هو بيتدخل في حاجات معينه، اصل البنت ايه، ناس طيبين ولا فيهم حد شرير او رد سجون او كده، بس ده اللي يهمه العيله. لكن التفاصيل الصغيره دي بقى بتاعت الستات هي اللي بتركز فيها، والنتيجه افراز النوعيات اللي احنا بنشوفها قدامنا في المجتمع، واللي انا كنت بتكلم عن نوعيه منهم دلوقتي. يبقى الحل نرجع طبيعيين كده ونهدى شويه، ونفهم كل واحد دوره ايه، وان هو ليه وعليه، ولازم يعمل الدورين، ما ينفعش يختار واحد منهم بس ويرمي التاني. طيب في ناس هتقول يا سلام، يعني هو رجاله بس اللي بتعمل كده؟ ما في بنات بتعمل كده. في بنات بتعمل كده فعلا، بس نسبه كام لكام؟ الرجاله هي اللي عندها القدره ان هي تختار اكتر من البنت. البنت لا حول ليها ولا قوه، قاعده في بيتها ومستنيه اللي يجي يخبط عليها. لكن الراجل لا، الراجل هو اللي بيسعى وبيطلب وبيدور وبينقي اكتر من البنت، عنده الفرصه دي. لكن في برضه بنات كده ما يمنعش خالص. فاكرين كان في زمان فيلم اسمه المرايه لنجلاء فتحي، كانت قصته قريبه من اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، اللي هي البنت اللي اهلها بيفخموا فيها قوي في جمالها، وان هي مفيش منها، وان هي تستاهل احسن واحد في الدنيا. والنتيجه ان اكتشفت ان الجمال ده ولا ليه اي لازمه، والجميلات كتير في الحياه، في حاجات تانية لازم تكون موجوده في شخصيتها عشان تبقى جميله فعلا. شفتوا زمان كانت البنات اللي بتعمل كده، الموضوع اتقلب بقى واتعكس، بقت الرجاله هي اللي تعمل كده. ليه؟ لإحساسهم إن هما قليلين بالنسبة للبنات الكتير اللي موجودين في الدنيا، واللي هما الاتنين في سن الجواز، يعني بنات وولاد. الولاد نسبتهم أقل. لا يا عزيزي، نسبتكم مش أقل ولا حاجة. العاديين، الناس العادية، الرجالة العادية اتجوزت. انتوا فعلا قليلين في اللي لسه ما اتجوزوش. ليه بقى؟ لأن انتوا بتعملوا التصرفات اللي احنا بننتقدها دلوقتي. أما الناس اللي ما بتعملش كده دول بيتجوزوا بسرعة، فتلاقيهم مش داخلين في الحسبة. عموما أتمنى إن أنا أكون حطيت إيدي على أصل المشكلة، واتمنى محدش يزعل من الكلام هنا مش بغرض ابدا التجريح، ولكن بغرض ان احنا نحط ايدينا على المشكله ونحاول نحلها. واتمنى اكون فدتكم، واي حاجه قلتها النهارده ساعدت اي حد فيكم ان هو يغير تفكيره ويرجع للطريق الصح.